فين بقى كده؟ عند المجلس. هو فوت المجلس. المجلس فين قاعدين فين؟ هنا بس. السلام عليكم. تمام. مش هم قاعدين هنا؟ حمام ده فين المجلس؟ هم فين؟ لا ده انا كنت مدي معاك وقع بالصدفه. ماشي محمد بيه. دلوقتي في وقت الهزار وفي وقت اللي غير هزار. عايز تتخانق معايا اتخانق معايا انا. ما تتخانقش مع النادي. عدم قيد الولاد النهارده هيعمل كارثه. طب يا فندم احنا من اول الشهر بنقول ان في قرار مجلس اداره ماشي معاك. لان الاتحاد ما فيهوش فلوس. ماشي. كل الانديه اتسلت وكل الانديه دفعت. طيب. اللي دفع 25%. يا باشا ما انت عارف ان النادي محجوز عليه. انا محجوز على 70 مليون. هل انت تصور محمد بيه ان انا هتاخر؟ محجوز على 70 مليون. ويقول لي هات كاش. انت عارف ان المخالفه اللي جات لنا احنا كنا بنحط الفلوس في الخزنه. فانا اعمل لك بقى حاجه تريحك دلوقتي. انا ليا ده لسه بدي اسوان دلوقتي 5 مليون جنيه من ما ساعه. حصلش يا محمد بيه. ما الراجل واقف تحت، ما هو قريبي اساسا. ما انا عارف ان يبقى ما حصلش. طب ما هو قال لي والله وبعدين يا اللي واخد شيك. وبعدين سبتك يعني الساعه 11 دلوقتي، يعني ده انا جاي بالصدفه. طب اقول لك يعني اساسا بص، انا عشان نخلص من الموضوع ده. اتفضل. يا بيه عملت ايه؟ يا بيه عملت ايه؟ هعمل لك حل انا جميل. اقعد يا اخ وليد خلصنا. قول يا بيه عملت ايه؟ طب يلا لا لا وليد العطار قدام اهو. فين اهو. والاستاذ محمد بن الوفا مجلس الاداره قدام اهو. سعيد اهو قاعد قدام اهو. عايش بقى يا اخوي. لا طب تديني دقيقتين يا باشا اكلمك. دقيقتين بس يا باشا. انا هريحك طيب عشان اصل لازم العيال هتأيد اثناء. انا هكتب لك جواب دلوقتي تمام. انا ليا عند الاتحاد بتاع ده الشركه الراعيه اللي هي تبع الدوله 60 مليون. خلاص؟ انت كان انا اعمل لك شيك بكام؟ انا لسه ما شفتش كده. 5 واثنين. لا سيبك من الرسوم. انا 5. هكتب لك دلوقتي حوالي حق ب 10 مليون. تصرفهم يوم الحد منهم. وهطلب لك بتوع الشركه دلوقتي. ايه رايك؟ خد راي المجلس بقى. أنا انا عندي قرار مجلس انا بنفذه لا اصل بص التنفيذ ده هيولع في الدنيا. هيولع الدنيا صدقني. انا بقترح اهو. كان 5 مليون شيك اعمل له حوالي حق ب 10 مليون ياخدهم من الشركه الراعيه يوم الحد. اهو ادي الشركه الراعيه اهي. الشركه فلوسها موجوده. اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع يا جماعه الموضوع فيه هزار جماهيري يقول لك عشان الاهلي مش عشان الاهلي هندخلنا في مشكله. خالد بيه سيد. خالد بيه ايه؟ بقول لك يا استاذ جمال تليفونه تقريبا مقفول. كويس. هو بكلم الراجل اللي اتصور. بيتكلم دلوقتي بيقترح بقول لك ايه يا حمد دلوقتي كلمت مين؟ سيف؟ طيب هعمل الاتحاد دلوقتي حوالي حق الفلوس اللي هي عندكم يسلمهم لهم يوم الاحد. ما تدومليش انا واخصمهم من مستحقاتي. تمام كده يا استاذ محمد؟ ده مين ده فندم؟ ده المدير المالي بتاع شركه ده يمشي الكلام ده يا ست المستشار؟ الماء اللي قاعد على المجلس ماشي. لا الكلام ده مش همشيه. انتوا مش هتبصوا لي لبعض. ما لا هيتأيدوا على هيتأيدوا وتحملوا المسؤوليه قدام الناس. انا بقول لك ده المدير المالي اهو. يا ست المستشار هعمل لك جواب
هو حضرتك عشان قالوا اتحاد الكوره انتوا بتهزلونا، انا مش فاهم يعني. هو دي تصفيه حسابات بيني وبينكم، مفيش مع ان انا ما جبتش اسمك خالص، جنبتك. احنا معاك وليك طب انا عمال اقول نادي الزمالك والنادي الاهلي وكل الانديه. تمام، من انما فضلك احنا من اول يوم في الشهر يا ست المستشار يا باشا محجوز عليا. كل الناس. طب يا ستك، ما انت دافع للناس يا ست المستشار. مين الناس اللي ادفع لهم واخدين شيك؟ ناس محترمه خدوا الشيك، انا محجوز عليا. نقدر الظروف يعني. اهو ده المدير المالي، بقول له اهو هكتب لك ورقه رسميه يحولهم لك يوم الاحد. مطلوب مني حاجه تاني؟ المدير المالي اهو سمع كلامي. سيد المستشار عايزين نخلص. يا باشا اديني ورقه دلوقتي اكتب لك. المجلس ده يتعرض على مجلس الاداره هو على طول، ومفيش مانع لو هم يتحولوا. وانا اجيب المجلس ده هم على التليفونات اهوت موجود. اتفضل يا باشا. كلمه وانا ماشي كلمه. خلاص قول لهم المقترح بتاع انا بقول يا جماعه هتحصل مشكله، هتحصل مشكله كبيره اكبر من جمال علام 100 مره. دي جماهير بالملايين. سيادة المستشار هتحصل، انا بقول اهو العيال دي لو ما اتأذتش انا طلب مني من جمال علام، اتفق مع الاخوه هدفع 5 مليون بشيك، واكتب جواب، واكتب جواب ان انت اعملوا لجنه لان طلع فيه 28 مليون جنيه زياده المره اللي فاتت وتصفي. تمام؟ الموضوع ما فيهوش هزار، حضرتك مش هتأيد، انا بقول لك الدنيا هتولع. انتوا بتذلونا؟ لا يا معلم مش امال في ايه؟ مفيش ذل ولا حاجه. امال ايه؟ مفيش ذل. حضرتك اتحاد كوره، خدمه الكوره ولا عشان نصفي حسابات؟ لا مش وقت تصفيه حسابات. هي ماهيش تصفيه حسابات. امال ايه بايه؟ انت عارف ان انا محجوز عليا ولا مش عارف؟ يا باشا مش تصفيه حسابات ولا يا بيه انا محجوز عليا. محجوز بس انت كلامك صح، 70 مليون محجوز عليهم في البنك. بعد كذا مره على الفلوس دي. انا بيه بتعهد. يتم تسويقها. انا اللي بتعهد. خلاص بقى اللي فات مش انا اللي بتعهد. يعني يا يوم اسمعني بيه، بنفسه بيها. يوم الاحد حضرتك بعت لي حد من الاداره الماليه وحضرتك مستشار قانوني. تمام. نقعد ليك 5 جنيه 10 جنيه نعمل لهم جدول. التسويه مع المدير المالي اهو هي كامله. ماشي. كامله مفيش فيها خلاف. ماشي. 28 مليون بتوع الضرايب اتشالوا. بجواب من الضرايب. كام دلوقتي؟ باقي حوالي 70 مليون. ليه هو كان كام يا ابني؟ 69 مليون ونص. منين كل دول منين؟ بالمسابقه اللي هو جاي سابق عليها. فالمدير المالي هو. واضح، اعمل لي يا ابني جدول. يلا. مش الجدول معموله. نعم. اعمل جدول دلوقتي. لا الفلوس موجوده. اعمل لي جدول. المبلغ ده موجود. بعيد عن جدول. بعيد بص يا مرتضى بيه، بعيد عن العصبيه وبعيد عن اي حاجه، الموضوع يتحل. هو الاستاذ وليد مع مجلس الاداره هو بيتكلم عشان القرار اللي موجود، لو هيتحول الفلوس ديت يوم الاحد من الشركه الراعيه ماشي. هجيب لك جواب دلوقتي. مجلس الاداره يا حمدي. هات الوقت. دلوقتي هبعت لهم جواب، دلوقتي انا اللي همضيه. هتحول لهم المبلغ اللي قلت عليه يوم الاحد لصالح اتحاد الكوره واقسموا المستحقات اللي ليا. انا غلطت يا بيه؟ اهو ده مدير المالي، كلمه عشان تتفق معاه هو. اتفضل. لا يا باشا، ما انا سامعه هو. طيب. ما انا سامع المدير المالي. طب ولو ما تحولوش يوم الاحد يا مرتضى بيه؟ اعتبر تاني، اعتبر القيد كان لم يكن. عايز حاجه تاني؟ اعتبر القيد كان لم يكن. جاي بنفسه خلاص بقى. انا غلطان؟ خلاص بقى. والله هو الاستاذ وليد بيعرف اهوت واعتبر القيد كان لم يكن. لا القيد موجود لان هو القيد انا بعمل ايه؟ الولد بقول لي ايه؟ انت مش مصدق الراجل بيكلم راجل؟ لا مش حكايه كده، مش حكايه وانا اصلا ما كنتش طايق اجي هنا. ليه؟ لا مش معقول انا اقدم شكوى ضد لاعب قايل لي هدف منحرف اسمه كهربا انا اللي اتحول التحقيق. يا مرتضى مش ممكن. يا مرتضى خلي الموضوع ده. كان تسال اللاعب وكان هياخد عقوبه. خلي الموضوع ده على جنب. طب ايه؟ خلي الموضوع ده على جنب. ما اللاعب كان امتثل وكان جه وكان هياخد عقوبه. محمد بيه بعد اذنك، هل ينفع الجوابين يروحوا مع بعض انا وهو؟ انا بسالك سؤال. انا بسالك سؤال يا مرتضى انت دلوقتي لما تبعت ليا وليه في وقت واحد انت بتهن انا. يا مرتضى بيه انت شاكي ومشكو في حقك مش كده؟ تمام. تعالى قول اقوالك. يا باشا انا فين؟ قول اقوالك. يا راجل انت راجل قانون قديم. ايوه قول اقوالك. ايه انت ما المشكله؟ شفتش الاداره العليا قال لك لا يجوز اللي يحاكموا الجمعيه العموميه؟ لا بس يا وليد خلص عشان احنا ايه؟ هو هيعرض هذا الكلام وانا هعتبر دلوقتي التعهد. هو اللي جه بنفسه مع عمرو الشاطر. ايده دي مش سهله يعني.
ايه؟ اه حل المشكله الصراحه. بكام دول؟ ماشي، ما تتحل، ما تتحل المشكله بما يتفق مع العداله قلت الكل. يوم الحج لو ما حصلش يا استاذ وليد عايزين نعيد الرئيس قال لك طيب خد بالك يعني الرئيس قالت له يوم الحج ما خلصش هو المتحمل المسؤوليه. هو مجربني وعارفني يعني. وبعدين جاي بنفسه خلاص بقى، ده مش هزار بقى. ومش طايق اجي هنا، مش طايق. ليه مش طايق تيجي ما هنا؟ ينفعش ليه؟ تبعت لي جواب انا والواد في جواب واحد لا مش في جواب واحد، وتقول لي تعالى يوم الاحد اسالك. ده جواب وده جواب، ده جواب وده جواب. لا مش هاخد حاجه، لا لا ماشي والله. ممكن تاخد حاجه يا عم لا خلص بس يلا. وهات لي يا ابني ورقه اكتب لك هات الجدوله بتاعتك ديت. لا اكتب لك على الجدوله نفسها، تمام؟ انما جماهير بالملايين، انا والاهلي واي حد لعيبه مصروف عليها ملايين. على فكره مين اللي بيدفع بقى؟ الشركه الراعي على فكره. اللعيبه دي كلها بحاول اعمل تحويل الشركه، وشركه محترمه بتحول لهم على طول كل اللعيبه دي. احنا لما بنقعد نكلم واحد واحد بجسمك التخين ده، اتحاد الكوره بيصفي حسابات معايا. لا ابدا ابدا، والله العظيم ما حصل، والله ما حصل. طلعوا جماهير، بس طلعوا جماهير النادي من الخناقه اللي بيني وبينكم. اقول لك ليه بقى؟ ايه وانت عايز تتخانق ليه؟ اقول لك ليه؟ اصل احنا هنصطلح في يوم من الايام. طب انت حضرتك عايز تتخانق ليه؟ انتوا عايزين تتخانقوا ليه؟ هو المجلس اللي بيطلع يغلط في المجلس؟ يا باشا انا مش صغير عشان تحول لي التحقيق. يعني انا بسال حضرتك، المجلس مجلس اداره هو الاتحاد مجرد انه يبعت ورقه تعالى حقق معاك بيغلط. لا يا باشا، بص يا مرتضى بيه، انت حضرتك استاذ قانون. انت بتقارني فين عايز؟ انت استاذ عمل كده اللي هي ايه؟ جامد انك تبعت له يا باشا انت حضرتك استاذ التحقيق قانون. يجي بموظف في حقيقه. ده انت سعادتك اللي عملت اللائحه بتاعت الانضباط والاخلاق ماشي. في الجمعيه العموميه اللي كانت في الهدف. ماشي. وحطيت فيها محاسبه اللعيب والاداري والحكم والمسؤولين. مش رئيس نادي. لا اقول لحضرتك اللائحه سنه كام؟ اللائحه 2019 في حكم ب 2022 انك لا تملك لا انت ولا اللجنه الاولمبيه الهيئات الاربعه حد يحقق مع حد فيهم. اللي يسال جمعيه عموميه. لا افترض ان جمعيه عموميه، افترض الاستاذ يا مرتضى بيه ثانيه واحده جمعيه عموميه للنادي. لا يا باشا، جمعيه عموميه للنادي يا باشا ما هو النص كده اللجنه جمعيه. ايوه الجمعيه العموميه بتاعت حضرتك بتاعت اي نادي هي اللي تحاسب مجلس الاداره والنادي. برافو عليك. طب وحضرتك لما تغلط في مؤسسه رياضيه يا باشا اعمل بلاغ ضدي. لا مش المحكمه قايله كده. في فرق ما بين العقوبه الرياضيه والعقوبه الجنائيه. يا باشا المحكمه قايله كده، ما انا كنت واخد عزل انت ناسي. العقوبه الجنائيه دي عقوبه ايه؟ والعقوبه الرياضيه. تمام. المحكمه قالت لك لا يملك. لا العقوبه الرياضيه دي حتى تبع الاتحاد الدولي. خلينا مش في الموضوع ده، انما الاتحاد هو شرط سجلات الاتحاد يعني نعم العقوبه اساسا انتم موقعين على زي ما بتقولوا شرط من سجلات الاتحاد. دي عقوبه رياضيه. على مين؟ هتشتبوا المستشار مرتضى بالسجلات الاتحاد؟ لا الشط ايوه الشط جمعيه عموميه. يا فندم انا جاي لك اهو، انتوا كاتبين كده عقاب رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره من ضمن العقوبات شطب من سجلات الاتحاد. لا ازاي؟ لا فين دي مكتوبه شوفها فين؟ يا فندم. لا الماده 24 انا حافظها والله لا كويس. شوفها. حافظها كويس قوي. ماده 24 ما فيهاش كده يا باشا. لا العقوبات التوبيخ أيوة. الايقاف غرامه 50,000 منفردين او مجتمعين وسداد قيمه التلفيات. خلي بالك برضه. لا دي في حاجه ثانيه، دي في الشغب يا باشا بتشوف بس يا باشا. حضرتك مش هي دي القضيه. مش دي القضيه بتاعتنا. بس شوفها برضه. مش دي القضيه بتاعتنا. محمد بيه يا كابتن المحكمه استندت على خلينا مش موضوع مش موضوع. ما انا بس برد ان مش عايز ليك عايز اخلص. نركز هنا يا عشان باشا احنا مش هناخد 3 دقايق بس المجلس يديني اوكي. وكل لسه ما ادالكش اوكي. ما والله لسه معظمهم ما عادش بيرد. خليك مع اساس يا حبيبي. معظمهم ما بيردوش. يا ابني اديني جواب ولا ادي لك حوالة حق. دلوقتي معايا الاستاذ حمدي المدير المالي هيقول الشركه وايد الولايه. بس تجيب يا ابني القرار. اديني انت اعملوها دلوقتي قدام سياده المستشفى او سيبه انت نمضي.
الصيغه يا سياده المستشار بتاع التعاون ولا اكتبه لي؟ لا حضرتك اللي يكتبه اهوت وهيبقى ليه لمجلس الاداره والموضوع يتحل. بس هو الموضوع كله إيه زي ما اتطبق على جميع الانديه. يا بيه بقول لك محجوز على حسابي. اعمل ايه؟ هو حضرتك مش متابع؟ محجوز على 70 مليون. مصر كلها عارفه الكلام. وما قدرش يحط جنيه في الخزنه للمخالفه. لما اتحليت قال لك بيحط فلوس في الخزنه. يعني انا اللي متكتف احط فلوس في الخزنه، الوزير قال لك ممنوع عمل لي مخالفه. احط فلوس في البنك الممنوع بس حجز عليه. اعمل ايه؟ اقول حوالة الحق قال لك من جوه من بره الله. هيعمل ايه طبعا؟ يا باشا. الو. الو. اكتب الصيغه. يكتبها الصيغه انت يا سيادة. يكتبها. لا يكتبها ما القانون ما القانون برضه يكتبها. لا يكتبها بحط الصيغه اللي تضمن الحق يا سياده المستشار. يا باشا معالي المستشار ما يكتبها. يكتب الصيغه اللي هو شايفها عشان يا باشا لو قلت له دلوقتي بعمل له حواله حق بالفلوس اللي عند الشركه الراعيه، واخد بالك، يوم الاحد يتصرف كذا. قلت له اعمل لي جدول ونتعهد ان احنا نعمل جدول. انا في الاتحاد دلوقتي. ايوه هيحصل كارثه. انا بقول لك وحياه المصحف يا سياده اللواء تحصل كارثه. قول لي سياده الوزير اوكي. لا هو اللي بيقوله انا اللي بعمله دلوقتي. هو اللي بعمله هو حاليا. همشي بجد. بس مش مصلحه. همشي عشان البلد وعشان همشي. ناس مش خايفين على البلد. طب انا مالي؟ الكود هيقفل يا جماعه. السيستم هيقفل. انا بحذر. السيستم هيقفل. يا جماهير الزمالك في تعنت في اتحاد الكوره وتصفيه حسابات من حازم امام وجمال علام. بقول اهو. ونص ساعه بالظبط هطلع بيان وابعته للقناه كلها. يا جماعه خلاص الرئيس بنفسه جه ايه ده؟ انتوا بتذلونا؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ معقوله لعيبه زي دي بملايين تقعد في الشارع؟ الزمالك ما هو نادي عايزين تقولوا المرتضى منصور جالنا الله وعملنا معاه كذا. انا عايز اعرف بس بتزعق ليه؟ عشان اطفال. ليه؟ انتوا مش واخدين بالكم في ملايين، في جماهير بالملايين. جماهير بالملايين على راسنا من فوق ونادي الزمالك على راسنا. لا مش على راسك دلوقتي يا سياده المستشار. ليه؟ لا مش على راسك. ليه؟ مش على راسك. ليه؟ انا عمال افهمك. الفلوس محجوز عليها في البنك عشان سياده النائب بيقول لك احنا بقالنا كذا شهر. احنا ما نقدرش نحط جنيه في الخزنه. ليه؟ علشان الوزير لما اتحليت رقم واحد حط فلوس في الخزنه. تمام. في قرار مجلس اداره للاتحاد الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي بيراجعه. بس بيراجعه اهو بناء على عرض حضرتك. بس بعيد عن النرفزه وبعيد عن اي حاجه. بس ما عادش وقت. بس في لا اللعيبه على القايمه نعم. اللعيبه على القايمه الناس بس يدوسوا اوكي عليها. طب هي تعاون ادوس انا. يلا يا استاذ وليد امال لو قلنا الشهامه هتلاقي استاذ جمال ما بيردش. ولا كابتن حازم اتدخل في حاجه. لا والله ما اتدخل. لا اتدخل. والله العظيم ما اتدخل في حاجه. ده قرار مجلس اداره. وانت عارف قرار مجلس الاداره ان هم اللي يلغوه. بس احنا نحل قانوني وخلاص. انتوا مش عايزين تأيدوا ليه؟ قول لي عايز امشي. ليه مش عايزين اعيدهم ليه؟ كريم خلي القناه تطلب لي عشان في كارثه. خليهم يطلبوا. تصدق وتؤمن بالله عندي في سوهاج انت مش كنت بتحكي وفجنا مش كنت بتحكي وانت حكيت امتى؟ اللي عليه 8000 واللي عليه 7 حكيت امتى؟ قالوا حاج معانا في 2007 وانا بريد. هذا كان حج عالميه. حجه عالميه. حجه واحده؟ حج يا راجل بخمس حجات. حجيت عربيه وحراسه. حجيت كام حجه؟
كام حجة؟ الشعبيه كلها حجه بدعاء هي حجه واحده اللي امرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. طيب ربنا يتقبل يا رب. أندية اللي عليه 8000 واللي عليه 7 واللي عليه 6 واقسم بالله العلي العظيم واقسم بالله على الترابيزه دي ما رضيوا يستثنوهم ولا رضيوا ياخدوا ال 10%. طيب انت مستوعب اللي انا قلته؟ ايوه فلوس في البنك 70 مليون اتحجز عليها. احنا واخدين القرار لنا شهر يا ست المستشار يا باشا محجوز عليها بقى قد ايه؟ بقى 8 شهور محجوز على هي. ورايحين لوزير الماليه وجاي لوزير رحنا وزير الماليه عملنا البدع. كان معانا انا بريده وكان معانا احمد منير محمود معروف. لا حاجه جامده. خمسه عملت حوالي ب 10 مليون من فلوسنا اللي في الشركه الراعيه اللي تبع الحكومه لاتحاد الكوره. مظبوط كده؟ تمام. ينفع الكلام ده؟ خلاص كمان في ضمان ان هي لا ولا عندك ولا في امن قومي. وصور له ابن الشيك اللي انت بتجيبه. لا حازم الباشا. في 3 مليون دولار داخلين فلوس في الفيفا 200,000 دولار جايين على عليه كله. بتوع الجزيري وفرجاني سيستم. فيعني عندنا فلوس بره، كل ويك فلوس بره، فنمشي الدنيا. طول عمرنا بنساعد من الدنيا بتمشي. القوام المركز واحد. القوام المركز واحد. بص انا اصلا محرج لسه. هعمل لي الجواب بتاع ايوه يا ريس. تمام. تمام. هات الجواب الثاني بتاع 9 مليون. 300,000 دولار؟ هنا هتولع. وحياة المصحف هتولع والمصحف هتولع. يا باشا هيا سيادة اليوم. فاضل ربع ساعة يا باشا. فاضل ربع ساعة وبعدين عملت له حوالة حق ب 10 مليون من الشركة الراعية هيستلموا يوم الأحد. وكلمت مدير المالي قال لك هبعته له. هو كان طالب 5 مليون وعملت له تنازل عن 9 مليون. واخد بالك الفلوس دي جايه لنا من عشان الواد ده في كأس العالم اسمه سيف يعني. طب شوف عندهم يعني هيهمهم ايه؟ الدنيا عارفه المشاكل اللي الفلوس اللي محطوط عليها في ايه؟ انا مش هينفع هيطلع بعض بكره. ايوه بيه اتفضل. ايوه بيه سامعك اتفضل. ازاي على طول قول له لا عشان احنا في حاله الكوره. لا قول لي قول لي ايه الخاصه قول انا معاك اهو. ده هو اللي حصل. طب دلوقتي يعني حالا اجيبهم منين؟ طيب اتحملوا بقى المسؤوليه. لا خلاص انا ما مش حاجه في ايدي اعملها. انا يعني اخر كلام ده الكلام اللي عندك. ده اخر كلام عندك؟ ده من هو قراري؟ اخر كلام مش قراري. طيب انا اجيب 10 مليون منين دلوقتي؟ ده يبقى ملوش قرار. اجيب ال 10 مليون منين دلوقتي؟ طيب
دلوقتي الساعة كام بالظبط؟ 3 الساعه 3 صور يا ابني الساعة 3 إلا 10 استاذن الراجل المحترم بتاع اتحاد الكوره اهو 3 إلا 10 لا بس الساعه كام دلوقتي؟ الساعة كام؟ ماشي الساعه كام؟ هنا الساعة كام؟ بس انت عارف الساعه كام؟ أيوه قول الساعة كام؟ ايوه الساعه كام؟ يعني حاجه وشويه كام؟ والله ما شايف. يا عم ما تسال خايف من ايه؟ خايف من لا ايه؟ مش خايف. قول الساعه كام؟ قول احنا الساعه كام الفجر في ساعه دلوقتي الساعه كام؟ الساعه كام؟ الساعه 3 ل 10. الساعه غلط ولا صح؟ احنا لسه طالعين من اتحاد الكوره. عايز اقول لحازم امام انت ولا حاجه، انت منزل على الصفحه والاهلاويه داخلين عليك ان انا بجل منك. يا ابني انا كنت رئيس نادي وانا محينك مدير كوره يا ابني ولا محمد عبد الفتاح محمد اسمه ايه؟ مش عارف اسمه محمد ايه. بلانا بيك بصراحه. طبعا ما هو لو ما تأيدوش او في النشاط. مع المستشار اهلا وسهلا. ازيك يا مستشار؟ انت مين؟ احمد مبروك كرة بلدنا في كرة بلدنا دي. عبد الناصر السوداني. عبد الناصر ازاي؟ عبد الناصر ازاي يا ابني تاكل؟ مع المستشار عايزين نعرف اخر الاخبار. لا اخر الاخبار حازم امام بيهرج هو جمال علام. وعلى فكره انا القناه كلمتني 20 مره ما رضيتش ارد عشان لا استثير غضب الجماهير ويقولوا صح. ففوجئت هو اللي عامل بيان. خد بالك بيقول لك ايه وان احنا حطينا اللعيبه على السيستم. تمام. طب ايه المشكله؟ عايز فلوس. طيب الفلوس دي بتدفع كاش ولا بشيكات؟ شيكات. صور شيكات جت شفتها كلكم. تمام. قال لك لا روح هات شنطه فيها فلوس، هجيب شنطه فيها 10 12 مليون واجي. رسميا ممنوع. ممنوع كلام مش يا باشا. لا بقى دولة منع التعامل بنقدا أكتر من 5 مليون جنيه. تمام. بص اخر تطورات. لا هيتأيدوا. أصل ما تأيدوش هنقف في النشاط الرياضي في نادي الزمالك. أنا كان كل خوفي الجماهير تيجي بساعة. هذا فعلا. فحاولت بكده ما يقولش. لكن هو السؤال أحمد شوبير عرف منين قبلها بساعة؟ قبل القرار. عصابة. طيب احمد موسى عرف منين وعامل بث مباشر؟ عصابة. تمام. كل دول خدامين محمود الخطيب. خدامين. ما فيهم حازم امام وجمال علام. انما بقيه الناس حازم امام بيقول لك ما حدش طلبني. طلبوه كام مرة؟ اوه كتير. كل الاعضاء كلهم مره واثنين شايف حضرتك ان وثلاثه في هروب واربعه بالأعضاء الاتحاد. لا هو هربانين يا بيه. وليد العطار بصراحة كلمهم كلهم. وكلم حازم لان هو اللي عامل الممره دي كلها. انا واقف جنبه 20 مره بالظبط. تمام. فاللي بيقول لك ما حدش طلبني ومحمد ابو الوفا المحترم طلبه. قال على جثتك يا حازم انا هوريك جثتك دي تاني. هوريك جثتك دي انت وشوبير والخطيب والواد احمد موسى. تمام. قضيتي دلوقتي انا بقول قضيتي بسبب بسيط جدا. يعني انا جيت الاتحاد بنفسي لما لقيت ايه عمالين يتوههم الساعه 9 وعارف الفيلم معمول هنقعد نتكلم كتير لغايه الساعه تبقى 12. شكرا 11 ونص بالظبط